السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يوم جديد ومكان جديد من ايام الجمال في اسكندرية. احنا هنا في منطقة ستانلي، المنطقة الراقية في الحي اللي اتسمى على اسم الرحالة الانجليزي هنري ستانلي مكتشف منابع نهر النيل. لو عايز تعرف كل اسرار ومطاعم وكافيهات منطقة ستانلي شوف البلاي ليست اللي هيطلع اعلى الشاشة. طب احنا رايحين فين؟ احنا رايحين منطقة سبا باشا، المكان اللي موجود فيه نوادي النقابات. كنا شفنا النوادي كلها وربطنا بين منطقة جليم وسبا باشا وستانلي علشان نعرف انهم قريبين جدا من بعض، ومنطقة سبا باشا بتتوسط جليم وستانلي. كنا عملنا في سبا باشا حاجات كتير هتطلع برضو في دايرة الاي. عملنا ممشى السي ووك، وعملنا كافيه بهجة، دول موجودين في نادي المهندسين. وكنا عملنا المكان الجميل بتاع الفوتو سيشن الموجود في نادي الاطباء. النهاردة هندخل نادي التطبيقيين، تاني اكبر النوادي اللي موجوده في سبا باشا. اكبر نادي واللي ليه نصيب الاسد هو نادي المهندسين، بيليه نادي التطبيقيين، وهما الاثنين هما اكبر نوادي موجوده. يليهم نادي الاطباء. منطقه سبا باشا خدت الاسم من يوسف سبا باشا. يوسف سبا باشا كان اول مدير مصري للبوسطه الخديويه، وتم تعيينه وزير للماليه. اتولد في القاهره سنه 1852. بدا العمل في مصلحه البريد سنة 1870، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير البوسطة الخديوية في 1887. وكان عنده مقر صيفي في المنطقة، علشان كده المنطقة اتعرفت باسمه لغاية النهاردة وبقت منطقة سبا باشا. وكمان بالمرة منطقة جليم اللي هي قبل سبا باشا برضو خدت الاسم ده من جليمو نوبولو، وده يوناني، وكان واحد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية، والمنطقة خدت الاسم. تعالوا ندخل. على يمين الداخل بنلاقي تعليمات الدخول دي، بيقول لك الدخول بكارنيه العضوية والمرافق ب10 جنيه، ده لو حضرتك عضو في النادي. لكن الدخول لغير الأعضاء ب20 جنيه. هما بيسمحوا بدخول غير الأعضاء، بتدفع 20 جنيه وبتدخل. بيقول لك ممنوع دخول المأكولات والمشروبات، وممنوع اصطحاب الحيوانات. هو بيقولوا ممنوع الدخول بالجلباب البلدي. المواعيد من 10 ل 12 مساء، ومواعيد حمام السباحة من 10 صباحا ل 6 مساء. في غير حمامات السباحة في كافيهات، وفي صالة أفراح أوبن إير على البحر. هنشوف دلوقتي كل ده. زي ما حضراتكم شايفين في أعداد بتبص على حمام السباحة. نوادي النقابات حل اقتصادي. لو حضرتك موجود في اسكندرية وعايز حمام سباحة للأطفال أو للكبار بسعر اقتصادي لحد ما تقريبا 25 جنيه للساعة، من الأماكن اللي تفكر فيها هي نوادي النقابات. لو عايز حمام سباحة على الكورنيش يبقى نوادي النقابات. طبعا الفنادق الديوز بتاعها مبالغ فيه، فنادق كبيرة، فده حل معقول يعني. في هنا كمان حمامين سباحة، واحد كبير وواحد صغير. نادي التطبيقيين فيه 4 حمامات سباحة. المكان ده بيعتبر الروف بتاع نادي التطبيقيين. ده مكان اسمه خيمة العيلة الغواصة. المكان شغال، لكن هما بيغطوا الكنب وأماكن الجلوس عشان يحموه من الشمس. قبل المغرب بشوية بيبدأوا يرفعوا الكلام دوت، والمكان بيشتغل عادي. الشمس حامية جدا. تعالوا نروح نبص على البحر ونشوف في ايه تحت. زي ما حضراتكم عارفين مناطق ستانلي وسبا باشا مرتفعة عن سطح البحر، علشان كده بتنزل لتحت علشان تقرب من البحر. دي صالة الأفراح الأوبن إير اللي كلمت حضراتكم عليها على البحر مباشرة، وفي الكافيه اللي تحت. ده أحلى مكان في نادي التطبيقيين. تعالوا ننزل ونشوف الدنيا فيها إيه ونقرب من التفاصيل.
ودي قاعدة بين حمام السباحة وبين البحر. تعالوا ننزل تحت ونشوف بقى قاعة الأفراح والكافيه الموجود تحت. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. ما تنسوش اللايك والشير، عايزين شوية تفاعل كده. جزاكم الله خيرا وبارك الله في حضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.